الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. هل انبهارك بعماد اديب سبب جوازك من عمرو اديب؟ انت دلوقتي فكرتيني بحاجه مهمه جدا. ممكن لا 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 يا اعتماد، عيب يا اعتماد، الواد ابن عمتك برضك. اكتر دكتور بتروحي له؟ بص يا ستي، بروح لدكتور التجميل ودكتور امراض النساء والدكتور النفساني. هي مجنونه مجنونه. مين رفض تعملي معاه انترفيو؟ يوه كتير، كلهم رجاله كتير قوي بيترعبوا، بيجيلهم حاله بانيك. لميس الحديدي مذيعة في قناة السي بي سي. دي معلومة مش تعليق. هي كمان ما تسويش أكتر من كده. لميس الحديدي الاستثمار يعني إيه؟ هي هدف. هو احنا مش بنفكر في الاستثمار؟ وانا بتكلم هنا على الاستثمار، لكن ايضا مهتمين بالاستثمار تاني. لو يعني احنا بنعمل ايه في الاستثمار؟ بالنسبه لي انا شخصيا هي قضيه استثمار. اخلصي بقى اخلصي بقى. طب في بلد الشهادات ايه اكتر شهاده ملهاش لازمه؟ شهاده الحق ملهاش لازمه خالص. وبقول لكم ايه، واحده واحده كده عشان كلاكيت اكشن هنصور كلها عماله بتحور. ابو تريكه ارهابي؟ ابو تريكه يتسحب باسبوره؟ ابو تريكه يعني يمنع من السفر؟ ابو تريكه يبقى ليس لديه حسن سير وسلوك بالقانون؟ ما قبلناش ان اللعيبه تسلم على حد او على ابو تريكه. بس يا ولية ايه؟ احنا فريق 30/6، احنا الفريق اللي دعم هذا النظام. والرئيس السيسي طبعا تحول في سنوات قليله الى دوله قويه تحترم شعبها. ده انت مرة من ولازم الناس يكون عندها وعي واضح. انا هخلف ليه؟ يعني هخلف عشان اعلمهم منين، ااكلهم منين، اشربهم منين، اعالجهم ازاي. هي اشكاليه التخلف او متاهه التخلف، وانا بعتقد ان المتاهه دي بتبقى اسبابها الجهل والفقر وقله الوعي. انت في ايه يا ابني؟ انت ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ انت ايه يا ابني؟ انت ايه؟ في ايه؟ مالك؟ في ايه؟ وكل الناس اللي شايفين ان الجزر سعوديه دول قابضين وتبع الاخوان واخدين فلوس من مين ومين ومين وخونه وعملاء. اقول تاني، كل البيانات وكل الوثائق ما تدينيش غير ان انا اقول الحق ده بتاعهم. حتى هذه اللحظه الحكومه المصريه تقول بيؤكدوا ان هذه جزر سعوديه. خلصانه يا جدعان والله العظيم. البطاقات الذكيه أو الإلكترونية هتبتدي تتوزع من أول يوليو شهر 7. فوجئنا إنه لا، ليس لترشيد الدعم ولكن علشان نوقف التهريب. يا حلاوة. لن نحط بطاقه تموين تاني لاكتر من فردين في اللي فات، في الجديد لا مفيش. الإصلاح الاقتصادي ده عامل زي الدواء، دواء مر لمريض لازم يتجرع هذا الدواء عشان يخف. حد وقف وقال دي أرواح الناس دي بتمن ولا التمن 50,000 30,000؟ صدم القطار المكيف بالقطار المميز من الخلف، نتج عنه سقوط 3 عربات. على فكرة ما كان وقتكم برضو في حوادث، يعني مش حاجة احنا بنتكلم على ده من سنة، يعني من كل عمر السكة الحديد كوارث. ما بلاش تمثيل ما بلاش بقى. وزارة الكهرباء بيحمل الانقطاعات للتعديات على مختلف انحاء الجمهوريه وارتفاع درجه الحراره. طب هنعمل ايه في ارتفاع درجه الحراره؟ شوف انتوا بقى، يا ممكن الدعاء بتاع الدكتور مرسي ممكن ينزل الحراره شويه. ربنا معاك بقى، ربنا معاك، ربنا معاكم، وهنفضل معارضه. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكتلك. ايوه وانت هبله انت وعيالك وقال لك قلبك عليا. ها؟ وزاره الماليه اللي عندها 2 مليون يعني معرفش بيتصرفوا اعتقد على حراسه الدكتور مرسي مره واحده وهو رايح يصلي، او ابنه وهو رايح يصلي، او اسرته وهي رايحه تزور اي حد. ثالث حاجه، اوعى تكون متخيل ان انت هتيجي على حريه الاعلام وهنسكت، لان احنا سامعين وعارفين ان خطوتك الجايه هي الاعلام. واي حد تاني بقى يتكلم في القنوات التلفزيونيه اللي بيقولوا علينا ولا بتاع، لا مؤاخذه والله كله هيتحاسب. هقول لك حاجه غريبه جدا، يعني ده اعتراف، يعني انا بعترف ان احنا مسؤولين عن قياده الراي العام في اتجاه خاطئ. طب ما احنا عارفين تقيله عليك الشيله ما تشيلش، ربنا معاك، شوف هتحكم ازاي. وده العلم يقول لي يا كازره. يقول لك ايه؟ كازره اموت في ضحكتك يا بنت. تصبح على خير يا كازر. 5 بالحب.